توفيق التلولي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء. السلام عليكم. الأخ الكبير القائد أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية، الأخ الكبير إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، الأخت المناضلة الكبرى انتصار الوزير أم جهاد، سعادة الأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين فيها وطلبتها وشبيبتها، سعادة الدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الأمناء، الإخوة أعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح وأمناء سر الأقاليم وأمناء سر المكاتب الحركية والمرأة، الإخوة ممثلو القوى الوطنية والمجتمعية، الأخوات أولاً اللواتي آثرن اليوم إلا أن يحتفين بأول صوت نسوي في حركة فتح بالمناضلة الكبرى أم جهاد، الأخوة الحضور جميعاً، يسعدني أن أقف أمامكم اليوم لكي أطل في عجالة حول هذا الكتاب الذي هو بمثابة وثيقة وطنية وفتحوية وجمالية، جاءت أولاً وقبل كل شيء محمولة على لغة شفيفة وعلى لغة تفيض بالمشاعر الجياشة التي تنم أولاً عن مدى إنسانية كاتبة هذا النص الذي اليوم أصبح بين أيديكم هنا في غزة، وعندما نحتفي بهذا الكتاب فحكماً في غزة نحتفي به ونفتخر كون أن كاتبة هذا الكتاب اليوم تقف على كتابها بعد أن وقفت عليه في كل من غزة وبيروت، تقف عليه في غزة مسقط ومرقى رأسها هنا حيث حارات غزة القديمة، حارة الدرج وبني عامر. هذا الكتاب أبعد من أن يكون كتابا سياسيا ووطنيا وفتحويا، صحيح أنه يعكس عظمة حركة فتح، فعندما تغوص في أعماق هذا الكتاب فأنت تقف أمام عظمة هؤلاء أصحاب الفكرة النبيلة، الخلية الأولى أبو عمار وأبو جهاد، والكتيبة الأولى التي لحقت بهم على درب النضال حتى صارت فتح على ما هي عليه اليوم. فالذي يبحر في هذا الكتاب تتراءى أمامه صور الأمس، صور الانطلاقة العظيمة التي احتشد فيها أكثر من 1,000,000 فلسطيني من قطاع غزة في ساحة الكتيبة. هنا يدرك لماذا تأتي اليوم هذه الجماهير لتلتف وتؤيد هذه الحركة العظيمة والعملاقة التي عبرت عنها أم جهاد في هذا الكتاب بأبلغ صورها. الكتاب يؤصل أولاً للرواية الفلسطينية، إذ جاء الكتاب على العديد من المواقف والمحطات الفلسطينية، ليست التي تناضل من أجل فلسطين فحسب، وإنما التي تؤصل للحكاية الفلسطينية من خلال خوضها العديد من الحكايات التي جاءت بين دفتي هذا الكتاب، وكلها كانت حكايات واقعية وكلها عانتها أم جهاد وعايشتها. كذلك أم جهاد اليوم تنقلنا مباشرة إلى أن نقترب من أبي جهاد أكثر، لنقترب منه على المستوى الإنساني، فنعرف أن أبو جهاد ليس القائد والعسكري فحسب، إنما أبو جهاد
الكاتب والصحفي والمناضل والمثقف والإنسان والزوج والأب والحبيب، كل هذه ساقتها أم جهاد بجرأة كبيرة. فهذه سيرة تختلف عن العديد من السير التي قدمت، وهي تكاد تكون بالمئات في المكتبة الفلسطينية، لكنها سيرة تتقاطع فيها الذات، ذات أم جهاد بالذات الغيرية بذات أبو جهاد. فهي منذ مطلع السرد ومطلع الحديث الذي صحيح انطلق من الرملة وغزة، لكنها قالت أنني أكتب مذكراتي وأبو جهاد، بمعنى أن هذا الكتاب لم يغب بالمطلق أبو جهاد عنه، كذلك هي لم تغب ولم تنزوي من فصول هذا الكتاب ومن دورها الكبير في حركة فتح وفي بناء المرأة الفلسطينية القادرة على قيادة الشعب الفلسطيني أيضا. لذلك هذه سيرة في غاية من الأهمية، تتقاطع فيها العديد من الأجناس الأدبية ويتقاطع فيها الحكي مرارا، لكنها كانت قادرة على أن تمسك بالقلم وتمسك بالحكي، وكل الحكي في هذا السياق كان حكيا مترابطا منظما، قادرة من خلاله على إيصال الفكرة بكل سلاسة وكذلك بكل شغف وبكل شوق وبكل دهشة. هذا الكتاب أيها السادة، وأخص بالذكر من يجلسون على هذه المنصة أصحاب القرار، هذا الكتاب في غاية من الأهمية، يجب اقتناؤه كي يسير على خطى هؤلاء القادة الأجيال اللاحقة، وهو أيضا ليس للأجيال اللاحقة. أنا شخصيا قرأت هذا الكتاب 3 مرات، وفي كل مرة كنت مرة أبكي ومرة أفرح. هذا الكتاب مليء بالشغف، مليء بالمواقف، مليء بالنضال الفلسطيني الذي يجعلك تفتخر بذاتك الفلسطينية. هذا الكتاب يجدد ثقتك بفتحويتك، ويجدد للذات الفلسطينية ثقتها بذاتها. على كل فتحاوي أن يقرأ هذا الكتاب. أنا شخصيا عندما قرأته كأنني اليوم أنتمي لهذه الحركة العظيمة والعملاقة، لأن حركة قادها هؤلاء العظماء الذين استطاعوا أن يسجلوا أسماءهم في سجل القادة العظماء، قادة الثورات على مستوى العالم، هم بالفعل يعني يستحقون منا أن نسير ونمضي على نهجهم وفي ركبهم. الكتاب أيضا فيه الكثير من المحطات التي شهدتها المرأة الفلسطينية، ومن هنا نقول أحد أهمية هذا الكتاب هو أيضا أنه يضع دور المرأة في مقدمة النضال الفلسطيني منذ الصوت الأول، في الصوت النسوي الأول في حركة فتح، الذي كان صوت أم جهاد وتوحيد وافي وغيرهم من النساء الكتيبة الأولى اللواتي جئنا إلى هذه الحركة واستطعنا أن يناضلن جنبا إلى جنب بجانب شقائقهن الرجال. الكتاب فيه العديد من الجماليات التي كنت أتمنى أن يسمح الوقت أن أقف على جماليات هذا الكتاب الذي استخدمت فيه تقنيات روائية وصحفية وإرجاعات ببلوغرافية، كلها ساعدت في أن يخرج الكتاب بهذه الصورة التي تليق به وتليق بنضالها وتليق بنضالات أبو جهاد. فالكتاب فيه العديد من الاسترجاع والاستخدام المحسوب في هذه الرواية، وأيضا الكتاب استخدمت فيه لغة فصحى سهلة بسيطة يتلقاها شغاف القلب بكل حب وأريحية. كذلك لم يخلو من بعض مستويات اللغة في اللغة المحكية الشعبية بمختلف اللهجات بحكم الشتات والمنافي الذي تنقلت فيه والذي ذكره المتحدثين في هذا السياق، ولا أريد أن أكرر. لكن الكتاب هذا أبعد من مذكرات وأبعد من سيرة مكان، إنه سيرة الوطن أو سيرة البحث عن الوطن الذي ظل شاخصا أمام أبو جهاد. فأبو جهاد لم تغب الرملة عن عينيه، بل أن الرملة وغزة ويافا والقدس
هي من جعلت لأبي جهاد وأبي عمار أن يتفاكر وهم يسير بسيارتهم على أحد شواطئ الدول العربية في كيفية أن نعيد الاعتبار لهذا الشعب الفلسطيني. أبو جهاد أيضا الذي كما قالت أم جهاد أنه لم يكن على الهامش، كما هي قالت لم تكن هي أيضا على هامش الحلم بالحرية والاستقلال. أبو جهاد كان وأبو عمار وكل هؤلاء القادة يفكرون بنا وقضوا على الضرب من أجل هذا الذي مضوا من أجله ومن أجل كل الشهداء الذين سبقوهم والذين أيضا سيلحقون بهم. أبو جهاد ظلت الرملة أمامه قبل أن يتم اغتياله ليقول للعالم، وأنا كنت أود أن أتحدث كثيرا حول هذا الكتاب، لكن ليقول للعالم وأختم بذلك أنه لا يمكن لمقنع ولا يمكن ل77 رصاصة اخترقت جسد أبو جهاد أن يمحو هذا الشعب الفلسطيني عن الخريطة. لا يمكن للاغتيال أن يمحون عن هذه الأرض، ولا يمكن لكائن يكن أن يشطب تاريخ حركة فتح أو يجعلها على الهامش، طالما أن قادتها الذين قضوا على ضرب النضال هم قادة الشعب الفلسطيني الذي صاغ هويته وحروفه وصاغه هذا الكتاب الذي وقف على العديد من أسئلة الذات والهوية التي تؤرق الشعب الفلسطيني، لتدعو من خلال هذا الكتاب كما ذكرت كل الأجيال إلى السير على نهج هؤلاء العظماء. شكرا أم جهاد أولا على هذه الوثيقة التاريخية الجمالية المهمة التي وضعتها بين أيدينا، وشكرا لكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب إلى النور، وشكرا لكل من احتفى في هذا الكتاب وكل من سيحتفي به، وأدعو مجددا إلى اقتنائه وقراءته وترجمته وتحويله إلى أفلام سينمائية وإلى مسلسلات، لأنه يعكس تاريخ وقدرة الشعب الفلسطيني الضارب جذوره في الزمان والمكان على هذه الأرض. السلام عليكم، وإنها لثورة حتى النصر. شكرا للكاتب والأديب شفيق